يا مساء الفل. الجديد عندنا هنا وبس، الجديد هتلاقوه معايا وبس. جايبه لكم النهارده كاس عصير حكايه بجد وجديد. انا لسه مصوره في القناه اول امبارح، فعجب الناس جدا جدا اللي في القناه، فقلت لازم اعمله معاكم بقى. حبايبي ما اقدرش استغنى عنهم. طيب عباره عن ايه؟ مج من الحليب او اللبن. العامل الاساسي كيس كريم كراميل، معلقتين من السكر او معلقه حسب الرغبه بتاعتك، حسب انت التحليه. معلقتين كريم شانتيه، 2 كريم شانتيه، ومعايا 3 من الموز. تمام، حلو. هجيب ايه؟ الموز بتاعي يكون مستوي. الموز عندي مستوي مرميهوش. هعمله ايه؟ هتشوفوا دلوقتي. يبقى احنا هنحط كل المكونات دي في الخلاط. عباره عن 3 حبات من الموز. انا بوريكي برضو الطريقه كالعاده، وانتي ضعفي قللي براحتك، بس هتضعفي مش هتقللي يعني. تمام. حطينا 3 من الموز، مج من الحليب، كل ده في الخلاط. كيس كريم كراميل، حلو، كريم شانتيه، معلقتين سكر. ده لو انت عايزاه مسكر، عايزاه معقول يبقى معلقه سكر كفايه للناس اللي ما بتحبش السكريات قوي. تمام. طيب هنعمل ايه؟ كل ده هيتضرب في الخلاط لمده دقيقتين بس. ورجعت معاكم بعد ما ضربنا بالظبط في الخلاط. تعالى نشوف بقى. انا عندي الكاس بتاعي اهو. تمام. انا حاطه فيه الكيس اللي بيجي ورا كيس الكراميل. تمام اهو. هو العسل ده اهو. زوقي بقى انت الكاس كده، اوعى نرميه، نزوق، نعمل كده تزيينه كده حلوه، شكل ظريف، وهيدي طعم برضو جميل جدا جدا. سكان. الله 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 الله. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ حد شايف حاجه؟ الله الله الله. مج من الحليب عمل لي 3 كاسات. مج من الحليب يعمل لك 3 كاسات. بصي بصي الشكل، يا جماله يا جماله. بصوا بجد، يعني مش عايزه اقول لكم، انا عملته في القناه كانوا مبهورين بيه بجد. المعده عايزه اقول لكم يعني ايه، واو. قالت لي هو، فانا نهار ابيض يا نهار ابيض. اعملوه النهارده، اعملوه بامانه حكايه. ونصيحه مني، معلقه سكر، لان هو طلع مسكر فعلا. فمعلقه سكر واحده مش معلقتين، هتشربوا احلى واطعم عصير جديد ممكن تعمليه، وشكله ظريف جدا جدا جدا، طعمه حكايه بامانه. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وبألف هنا على قلوبكم الطيبه الجميله. باي.